عندك المصطلحات اللي اشتهروا فيها أبناء الجيل الكرام، جيل الطيبين الأفاضل الميلينيالز، حبيباتي شباب المستقبل، خطايرة الحاضر، دهنتوا فولترين تشكلوا قاسي. عزماننا نزلت على السوق كلمات ما كانت من قبل، على رأسها كلمة كفو اللي هي أصلا عربي فصيح كفو، ونزلت على السوق بأحجام ومقاسات مختلفة بتناسب جميع الأعمار. تكفون يتكفون والمصدر كفوني، ورغم كل هذا إذا بتقول لحدا كفو بينطمس. ليش؟ لأنه كفو كان ضع عيننا شو مقفلين. كلمة قفلة مصطلح تحول من كلمة عيبة رزيلة دنيئة وانعمل لها ابجريد بمعنى جديد، صارت متاحة للاستخدام الآدمي، ومعظم الناس لهلأ بتقولها وما بتعرف شو معناها الحقيقي. يا أما بيعرفوا بس شعبنا كله رزين، ما بحط حدا بزمتي ما بعرف. الشريك أو شرك مشتقة من شريك. ايه شرك؟ شو شرك؟ بدنا شرك، نعمل شرك، ننزل شرك، ناكل شرك. أمي سميرة أصلي أكل أصلي وبيلزق كمان، شفترة شيش ناطفة شكلها سيجومسي، وزن عباية حزي طيفك. وهدول مصطلحات الجرس والحمدية، هدول بدهم فيديو لحاله. ومع طلعت الفيسبوك صار في عنا حبيت وعجبني، كمان في عنا المعرب من الإنجليزي اللي مثل الأفورة والهيبرة ومكرش والإكس، وأهمهم الكولنة عم يتكولن. هدول كلهم أفلماناتنا، بس للأمانة من أهم ما أفرزت جماعة الثمانينات من مصطلحات هي الطنبرة والخرفة. ومين ما بيعرف الطنبورة؟ لكيف ضايرة؟ كم طنبورة أكل بحياتك ورفيقك الخروف؟ إلا تقلي ما تعرف الخروف؟